أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. صلاة أدخرها ليوم الفزع الأكبر وخيفته وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم أخوتي المغاربة، خواتاتي المغربيات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى الأمور عندكم تكون كلها مزيان وتكونوا في تمام الصحة والعافية. لأن خوتي المغاربة غادي نكملوا الموضوع ديال التابعة وأم الصبيان. هضرنا في الفيديو الأول على التعريف ديالها، يعني التعريف الأقوى لها، حتى لا يعني باش ما يتشتش الذهن ديالكم هذه أم الصبيان. أشنو هي أم الصبيان؟ قلنا في التعريف الأول بأن التابعة راه هي أي نحس يصيب الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، في أمور المادية أو المعنوية أو في أمور الزواج، في أمور الحياة بصفة عامة. غادي نهضروا دابا على المسببات ديالها. المسببات ديالها خوتي المغاربة راه تتكون إما خارجية بسبب الغير، يعني أن إنسان تيحسدك وتيسحر لك مثلا، يعني تتكون بسبب سحر معمول يكلف به جني، هو تيبدا يدير لك العراقيل والعوارض والوسواس والفتن، يعني على حسب نوع السحر اللي مديور لك، مفهوم؟ او تتكون مثلا تخطيتي شي حاجه بدون قصد، يعني ما سحر لك حتى شي واحد، كان شي طلسم دزتي عليه وانت ما محصنش، تتصاب بداك النحس ديال داك الطلسم او بالاذى السفلي ديال داك الطلسم. او تتكون نتيجه الحسد، حاسد يعني شي حاسود نسأل الله السلامة والعافية، تكون عينه قوية ونفسه حارة وانت تستمر في الصحبة ديالو في القرب ديالو، ما تتحصن وتسمع الكلام الخاوي ديالو، هذيك تصيبك بالتبع، فهمت؟ اولا الانسان تعيش في وسط مكهرب، يعني وسط فيه الشؤم بزاف وفيه النواح بزاف وفيه الحظية بزاف وفيه المعيور بزاف، وبنادم ما تيقولش الحمد لله، وديما الشكوى وديما العين وديما المقارنة بين هذا دار هذا فعل، سواء داخل العائلة ولا خارجها، يعني وسط تكون إما في العمل ولا داخل العائلة. هذه هي من بين أقوى الأمور الخارجية اللي كتسبب التابعة أو أم الصبيان، سميها ما شئت، المهم تتسبب لك نسأل الله السلامة والعافية النحس في أمورك وتتنزع البركة. هذه يعني بصفة عامة الأمور الخارجية. بالنسبة للأمور الذاتية أمر سهل، هاد الأمور إلا فرطتي فيها راه تصاب بالتبع، نسأل الله السلامة والعافية، أو تصاب بالنحس أو نزع البركة. أولا تكون قليل أو منعدم الأذكار، يعني ما تديرش الأذكار ديالك والو، عايش بنادم مع هكاك. المسألة يعني جا سحر تخطاه يأثر فيك، عين تشد فيك، هضرة تأثر عليك، إلا سحر لك شي واحد خلاص كارثة هذيك، يعني تتكون انت واحد المجال مفتوح ولا واحد الدار ما عندها باب ما عندهاش راجل، مع اللي جاي يدخل بحال البرديل، اللي جاي يدخل اللي بغى يخرج يخرج، ما عندهاش شي قانون تيحكمها او ما عندهاش شي حراس تيحرسوها. او الغوص في المحرمات او العيش في اماكن المحرمات، يعني الانسان تيكون عنده المعصيه الله يستر بحال السلام عليكم، الزنا بحال السلام عليكم، شرب الخمر بحال السلام عليكم، يعني امور المعصيه بصفه عامه تجلب لك التابعه ديال بصح. يعني هاد الامور اللي تديرها راه اقوى من السحر وتاثيرها اقوى من السحر. مازال السحر الا ابتلاك به الله راه تتولي تفكر وتعالج نفسك وتتعلم، وتقدر ان يعالجك الله سبحانه وتعالى منه تتولي انسان اخر. اما هاد المحرمات راه تهرسك التابعه بعينها، تتخلي الانسان بعيد على الله، بعيد على الذكر، بعيد على الاذكار، بعيد على كل ما هو علوي، وتيمشي لكل ما هو سفلي. ما قر الشياطين مجموعين تتمشي ليها انت، بلاصه الخمر تتمشي ليها، الناس تيشربوا الشراب انت جالس معاهم، الناس الغيبه والنميمه انت جالس معاهم. يعني خوتي الامور تتكون اما خارجيه بسبب سحر او عين او حسد
أو وسط كله سفل وكله نواح وكله نكرة الجميل لله تعالى، يعني الحمد لله ما تتسمعاش والشكر لله ما تتسمعاش، أو لا تيكون ذاتي قلة الأذكار، الإنسان ما تيديرش أذكار الصباح والمساء، والغوص في المحرمات. وبصفة عامة خصك تعرف بأن كل ما يبعد عن الله فهو نوع من أنواع التبع، صافي، وهو يسبب التبع. والعكس هو اللي غنشوفو في الفيديو الثالث إن شاء الله في العلاج، أن كل ما يقرب إلى الله راه هو العلاج. ودخل الفيديو الثالث إن شاء الله. قبل لا تبعدا دير أبوني ودير واحد جيم وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وشارك الفيديوهات والقناة مع الأصدقاء ديالك ومع الخوت ديالك. وبالنسبة للنساء مع الصديقات ديالهم، راه قناة مباركة وهي ليكم أصلا، غادي تنفعكم. مرة غنتكلموا باللغة العربية باش خوتنا العرب في كل أقطار العالم وكل من يفهم اللغة العربية يستفيد منها. وبالنسبة للمغاربة راه تنهضروا معاهم بالمغربية باش حتى شي أم كبيرة ولا شي جدة إلا بغات تستافد معنا إن شاء الله. والعلاج راه غنعطوكم واحد العلاج قوي جدا وسهل وفعال وتيبقى مع الإنسان مدى الحياة. دخلوا للفيديو الثالث إن شاء الله باش تشوفوه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والضامن والمدد والجاه، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.